العاشرة تماما بتوقيت أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. تطور زراعة الخضر والفاكهة. نسبة تطعيم الأطفال تبلغ 95% في أقليم شمال البحر الأحمر. مسابقات المعلومات التاريخية في الإقليم الأوسط. تمديد حالة الطوارئ في اليابان قبل أقل من 80 يوما على أولمبياد طوكيو. مقتل 25 بعملية أمنية ضد عصابات مخدرات في البرازيل. والبنتاغون لا يعتزم تدمير صاروخ فضائي فقدت الصين السيطرة عليه. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الزراعة تحقيق تقدم ملحوظ لتنمية الخضروات والفواكه والإنتاجية خلال سنوات الاستقلال الماضية، أثمرت بدورها تحقيق تغيير ملموس في ضمان الأمن الغذائي. وأوضح مسؤول تنمية النباتات في وزارة الزراعة السيد إرمياس أسملاش أن عدد المزارعين المنمين للخضر والفاكهة زاد ب7 أضعاف وزاد بتوازي الإنتاج. وأشار إلى منح الأهمية لتنمية البطاطس والبصل والفلفل الأحمر والطماطم والكرنب والخس من الخضروات وتنمو في أكثر من 17 ألف هكتار. وأضاف السيد إرمياس بأن الفواكه النامية في حوالي 5000 هكتار تشتمل على البرتقال والليمون واليوسفي والموز والباباي والجوافة والتمور والمانجو وكذلك فواكه المناطق الباردة. وذكر بأن وزارة الزراعة تسعى جاهدة لتنمية إنتاج وإنتاجية الخضر والفاكهة بإدخال بذور محسنة وسماد طبيعي وتنظيم دورات منتظمة ومستمرة لرفع وعي ومعرفة المزارعين. وقد نظمت دورات نظرية وتطبيقية لحوالي 100 ألف مزارع وأكثر من 5000 خبير زراعي. وقال إن خزانات المياه الصغيرة والكبيرة المشيدة والتي تشيد في مختلف مناطق البلاد تسهم لتوفير مياه الشرب والري لتنمية البساتين. أفاد فرع وزارة الصحة في إقليم شمال البحر الأحمر بأن نسبة تطعيم الأطفال بلغت في الإقليم 95%. وأوضح مسؤول خدمات الصحة الأسرية والأهلية السيد زدنجل غورغوريوس أن الجهود الجارية لتأمين صحة الأطفال عن طريق التطعيم ساهمت في ارتفاع أنواع التطعيم من 6 إلى 12 نوعا، مشيرا إلى القضاء التام على عدد من الأمراض بما فيها الحصبة والشلل. كما ارتفعت نسبة متابعة الحوامل في المؤسسات الحكومية ب200% ونسبة الولادة ب600%. وذكر بأن الإنجاز المحقق نتاج لمجموع السياسة الرشيدة والتنسيق الجيد من المؤسسات الصحية والإدارات والوعي المرتسخ على المواطنين، مشيدا بدور لجنة سلامة الأمومة والطفولة في الحد من ختان الإناث وزواج القاصرات. نظمت في 7 و8 من مايو الجاري بالإقليم الأوسط مسابقات معلومات تاريخية عرفت باسم بويا بين شباب قدموا من 37 مؤسسة حكومية. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني لشباب والطلبة بالإقليم السيد سامسون كفلاي الهدف من المسابقة الجارية بالتركيز على التاريخ ورفع الوعي السياسي، اختيار ممثل الإقليم في المسابقات الجارية على المستوى البلاد. وقد وزعت الجوائز على الفائزين في كافة المراحل. وتفيد المعلومات الواردة من منسق البرنامج بأن المسابقات التي بدأت بالشباب العمال ستواصل على الأسر والطلاب وأفراد قوات الدفاع. استشهد المناضل الملازم محمد صالح عبد الله عمر في 8 من مايو إثر مرض ألم به عن عمر بلغ 70 عاما. والتحق المناضل محمد صالح عبد الله عمر إلى صفوف قوات التحرير الشعبية الإريترية عام 1975 وخدم شعبه ووطنه بوفاء وإخلاص قبل الاستقلال في جبهات القتال وأقسام الحزب، وبعد الاستقلال في هيئة اللوجستيك والتموين بوزارة الدفاع.
المناضل الملازم محمد صالح عبد الله عمر رب أسرة وأب لمولودين، ووري جثمانه الثرى عصر السبت 8 مايو في مقبرة الشهداء بجندة. وأعربت هيئة اللوجستيك والتموين بوزارة الدفاع عن بالغ حزنها، وقدمت أحر تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا أن حالة الطوارئ في البلاد التي فرضت من جديد في نهاية أبريل في 4 مقاطعات بينها طوكيو للحد من انتشار كورونا سيتم تمديدها 3 أسابيع حتى 31 من مايو. وبالإضافة إلى طوكيو التي افترضوا أن تستضيف الألعاب الأولمبية خلال أقل من 80 يوما، و3 مناطق أخرى فرضت حالة الطوارئ في إيتشي وفوكوكا بحسب سوغا. وعلى الرغم أن إجراءات الإغلاق الثالث أكثر صرامة من المرتين السابقتين في اليابان، فإنها تبقى أقل من دول أخرى في مختلف أنحاء العالم. وتسجل اليابان 5300 إصابة يومية، فيما تسبب الوباء بوفاة حوالي 10,500 شخصا منذ بداية عام 2020. قالت الشرطة إن 25 على الأقل قتلوا، بينهم ضابط شرطة في مدينة ريو دي جانيرو في إطلاق رصاص خلال مداهمة استهدفت مهربي مخدرات بحي جاكاريزينو. وأظهرت لقطات تلفزيونية مشتبه بهم على أسطح النباتات البنيات في الحي الفقير يحاولون الفرار بعد دخول الشرطة في عربات مدرعة وتحليق طائرات هليكوبتر بالمنطقة. وأضافت الشرطة أن شرطيين 2 آخرين أصيبا، ويعد الحادث ضمن عملية منفردة للشرطة في ريو دي جانيرو التي عانت لعقود عنف عصابات المخدرات في أحيائها الفقيرة. أعلنت إيطاليا عن عملية واسعة للشرطة ضد مافيا كالاباريا المتخصصة في تهريب المخدرات في عدة دول أوروبية، بما في ذلك إيطاليا وألمانيا وإسبانيا ورومانيا. وقال إن العملية المسمى بلاتينيوم ديا بتنسيق من مديرية التحقيقات الوطنية لمكافحة المافيا ومكتب المدعي العام في تورينو الإيطالية المتهمين بالتجار الدولي بالمخدرات. وشارك في العملية على الأراضي الإيطالية أكثر من 200 من عناصر و100 شرطي ومدعومين بطائرات هليكوبتر ووحدات متخصصة وفوج عسكري، فيما انتشر 500 عنصر في الدول الثلاثة الأخرى بحسب المصدر نفسه. وقالت المذكرة إن السلطات صادرت أصولا عديدة قيمتها عدة ملايين يورو. والخبر الأخير في هذه النشرة، قالت شركة بلو أوريجين المملوكة للملياردير جيف بيزوس إنها تستهدف 20 من يوليو لإطلاق رحلتها السياحية الأولى في الفضاء على متن سفينتها نيو شيبرد، والتي تمثل لحظة فارقة في منافسة للدخول في حقبة الرحلات الفضائية التجارية الخاصة. وأضافت الشركة أنها ستتيح مقعدا في أول رحلة لها للفائز بمزاد يستمر عبر الإنترنت لمدة 5 أسابيع، سيتم التبرع بعائدها للمؤسسة الخيرية التابعة لشركة الفضاء. ونيو شيبرد مصممة لحمل 6 ركاب إلى ارتفاع أكثر من 100 كيلومتر فوق الأرض إلى الفضاء، وهو ارتفاع يكفي لتجربة انعدام الوزن لبضع دقائق ورؤية انحناء الكوكب قبل عودة الكبسولة إلى الأرض بمساعدة المظلات. سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا لهذا المساء. أشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.